واحد النهار رجعت للدار وبنت لي الاوضاع غريبه. كنت موالفه ان راجلي ديما كيكون واقف حتى باب الدار بابتسامه عريضه كيستقبلني من الخدمه. هاد الحركه منه كان عارفه انها كتنسيني هم وتعب الخدمه. ومع ذلك وصلت لحدا الباب، حليت ودخلت. المنظر اللي شفتو قدامي ما كنتش متعوده عليه. راجلي جلس وشد راسو بين يديه وعصر عليه، وورقه كانت فوق الطبله. سولته من الباب قبل لا نوصل لعنده بواحد النبره غالبه عليها الخوف من شنو ممكن نسمع كاجابه، وقلت شنو وقع. ما جاوبنيش. تحركت خطوات حتى وصلت لعنده. هزيت الورقه، كانت مذكرة توقيف وفيها التهمة اللي هي الاعتداء الجنسي على طالب. درت ابتسامة استهزائية من طبيعة الموضوع، ولكن في داخلي كنت مصدومة. ما عرفتش واش نتصدم من أن راجلي غيمشي للحبس، ولا من التهمة كنت غنتيق أي تهمة. إلا أن هذا الراجل اللي قدامي واللي كنعتبره حياتي كاملة الراجل المثالي مستحيل حتى كان يفكر في شي امرأة من غيري، فما بالك بالخيانة. كذبت داكشي اللي قدامي لأني عارفة مستحيل يرتكب جريمة بحال هادي. مع ذلك شي حاجة في الداخل ديالي كانت كتصر عليا نسولو. حاولت نتجاهل هاد الصوت ولكن كان أقوى مني. نطقت واش هادشي صحيح؟ نرجع معكم سنوات للوراء قبل هاد الواقعة ونعرفكم علينا وكيفاش حتى كان مستحيل نتيق الوثيقة اللي كانت قدامي. أنا وراجلي تعرفنا في الكلية لأول مرة. كان أكبر مني بسنة وكان في نظري الشاب المثالي اللي يمكن تحلم به أي بنت. تعرفنا على بعضياتنا وبدأت علاقتنا في الكلية. ما قدرتش نقاوم وما قدرتش نمنع راسي أنني نبغي. كنا كنتشوفوا يوميا ومحادثاتنا كتكون طويلة. كنت كنستمتع بالهضرة معه. كانوا اهتماماتنا مختلفين ولكن أسلوبنا كان واحد. وفي ديك الوقيته كنا صغار بجوج وكان الزواج آخر اهتماماتنا. هو كان باغينا نبقاو مستمرين في ديك العلاقة، ولكن أنا في ديك الوقيته ما كنتش كنشوفها أول أولوياتي. كنت إنسانة طموحة بزاف وكنت باغا نبني مسيرتي المهنية. عاد ممكن نفكر في الارتباط. هنا خدينا قرار وتفرقنا وكل واحد خدا مسار لحياته. هو ولا أستاذ وخا كان كيحماق على الموسيقى. سمعت من بعد ما خدم تزوج ومن بعد ولا عنده ولد. وأنا كملت مسيرتي التعليمية ودخلت المجال التلفزة والإنتاج. ومن وراء ما ساليت قرايتي وخدمت، وخاصة بعد الزواج ديالو حاولت ندير علاقات كثيرة. على الله لقى الشخص المناسب ليا، ولكن كانت كلها فاشلة. ما كتفوتش أشهر حتى كنكون أنا سبب نهاية العلاقة. كنت كنتوحش أيامي معه. تفاصيل ديك العلاقة بدأت كتبادر لذهني. عرفت هادشي اللي كنفكر فيه؟ ماشي تالتما. السيد مزوج وعنده ولد وأنا باقي كنتمنى نرجعوا لبعضياتنا، لأنه كان الشخص الوحيد اللي ارتحيت ليه في حياتي. وفي علاقاتي كلها عمرني لقيت شخص يشبهه ولا نحس غير بشوية من ديك الراحة اللي كنت كنحسها معه. استمرت الأوضاع على حالة حتى سنة 2011 وأنا طالعة نازلة في الفيسبوك وصلتني رسالة كانت من عند واحد البنت كانت حاطة اسمها الحقيقي وكانت واحدة من البنات اللي قراو معايا في الكلية. تواصلنا وتفكرنا أحداث الماضي وقلت أنها نهار السبت دايرة حفلة وغيكونوا أصدقائنا من الكلية. أنا وافقت بدون تردد. توحشت دوك الأيام وبغا نتفكرها معهم. فعلا مشيت وأكيد عرفتو شكون تلاقيت. كان هو. يا الله شحال فرحت ملي شفتو. بقينا طول مدة الحفلة وحنا كنهضروا ما سكتناش وأنا فرحانة بزاف. تبادلنا أرقامنا وكل واحد مشى لدارو. ما تبقى من الليل دوزنا هضرة في المساجات. ما كانتش هذيك هي النهاية ولكن كانت بداية جديدة قصتنا. دست مدة ورجع داك الشغف تاع العلاقة كيف ما كان. من بعد هو طلق مراته وهنا زادت تطورت العلاقة أكثر وطلبني للزواج وتزوجنا سنة 2012. هنا ظنيت أنني مع الشخص المناسب، الصديق والحبيب والزوج، كل شيء كان فيه. دست تقريبا 7 سنوات على زواجنا اللي كان مثالي بمعنى الكلمة. كل شيء كان كيحسدنا على الحياة اللي عايشينها. درنا مشروع خاص بينا واخا انا خدمتي كانت ضاغطه عليا ووقتي كان ضيق بزاف وراجلي باقي مستمر في التدريس وكيمارس هوايته اللي هي الموسيقى لاني شجعته يدير داك الشيء اللي باغي واللي هو مرتاح ليه. في داك النهار المشؤوم بنت لي واحد الحقيقه كنت كنتمنى كون بقات خفيه وانا مستعده نعيش ديك الكذبه السعيده. قربت للدار وجاني غريب ان داك الراجل اللي موالف يعبر على مشاعره ولقاه كيتسناني قدام الباب
ما كانش. دوزت الامر على انه عادي ودخلت للدار، لقيته جالس فوق فوطوي ومصدوم وهو كيفرك راسه من قوة الصدمة. سولته شنو واقع، ما جاوبنيش. قربت ليه، بنت لي ورقة فوق الطبلة هزيتها، كانت مذكرة توقيف والتهمة اعتداء جنسي على طالبة قاصرة. وخا حسيت بحياتي انهارت في ديك الساعة، إلا أني آخر حاجة فكرت فيها هي أن ديك التهمة صحيحة. سولته واش هادشي صحيح، حرك راسه بالإيجاب. يا الله على شعور حسيته في ديك الوقيته، تمنيت يكون استمر في السكون ديالو ما يحركش راسه. جاو البوليس وما قدرش نمنعه من أنهم ياخدوه، ولكن دعيت أنا الحق يبان. دازو أيام وهو في التحقيق وأنا ما كندير حتى حاجة، ما حاولت حتى أنني نوقف معه، ولكن اللي كان كيقهرني هو راسي. ما كانش كيقدر انه يهدى من قوة التفكير. كنحلل ونفسر ونحاول نوصل لشي نتيجة. القضية انتشرت وانا ما بقيتش قادرة نخرج من الدار، حتى لواحد النهار خديت تليفون وبغيت نحيد الحسابات ديالو على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه الناس شبعوا فيه سبان وما رحموش، وانا ما كنتش قادرة نشوف داك الهجوم كامل. حليت الجيميل ديالو ومنه قدرت انني ندخل الفيسبوك، وتما كانت صدمة أخرى وبدات الحقيقة كتبان ليا. ولقيتو كيهضر مع بزاف تاع البنات وكانوا عنده صور فاضحة ليهم. ما كنتش قادرة نتقبل داك الواقع، كان هادشي غريب بحال شي شخص آخر ماشي راجلي. هنا بديت كنتقبل ديك الحقيقة وأن ديك التهمة فعلا صحيحة. تواصلت مع دوك البنات كاملين واكدوا لي انهم دوزوا وقيته معه، حتى ان بعضهم قال لي ان العلاقه كانت في داري وعلى فراشي. هادشي حطمني بزاف وما كنتش قادره نزيد اكثر. رفعت الدعوه ديال الطلاق، ولكن الناس اللي كانوا دايرين بينا ما قدروش انهم يتيقوا واتهموا البنت انها غير ما عليه التهمه، ولكن هي اكدت ان الاعتداء دام اكثر من سنتين. وكان با اللي رفع الدعوه بدوري تواصلت معها وحكت لي القصه، وانها ما كانتش قادره تقول لان سمعه راجلي في المؤسسه كان زوينه وما كان غادي يتيقى حتى واحد، وكانت خايفه على قريتها سمعتها حياتها المهنيه من انها تضرر. ولكن في واحد الوقيته ولات خايفه من انه ينقل ليها شي مرض، وهنا اضطرت انها تقول لها الماء اللي تكلفت ترفع عليه قضيه اغتصاب وعلى يديها بانت حقيقته. سمعت من بعد انه تحكم ب5 سنين وتعطى الإفراج المشروط، وعائلة البنت رفضوا هذا الأمر وناشدوا أنه يتلغى هذا الإفراج المشروط لأنه يقدر يعرض حياة بنتهم ولا حياة واحدة من دوك البنات كاملين للخطر. تقبلت المناشدة ديال أهل البنت وأنا كنتمنى أنني نسمع أنه اعترف بمسؤوليته وبأشنو دار. سمعت من بعد بأنه في الصيف السنة الماضية، يعني في سنة 2022، تطلق سراحه ورجع يعيش مع عائلته حليل ما وقع والو. وأنا حاولت أنني نستمر في حياتي كيف ما قال عيالات اللي تضرروا منه، رغم أني لا أنا ولا الضحية راضين بالمدة اللي قضاها في الحبس، لأن ما كانتش بالنسبة لي أنا خيانة مع امرأة واحدة، ولكن كانت مع أكثر من 75 امرأة وزيد عليها تهمة اغتصاب قاصر. كان يستاهل بالنسبة لي ولا في نظري مدة أطول. كان أحسن حاجة أن حياته تدمرت وكل شيء ولا عارفه ولا حقيقته. عايش برا ديال الحبس ولكن ما قادرش يلقى نفسه، ما قادرش أنه يلقى خدمة ويرجع للحياة اللي كانت عنده قبل. وآخر حاجة بغيتكم تعلموها من قصتي أن معرفتكم بالأشخاص ما تكونش سطحية نهائيا، خاصة الشخص الذي تكملوا معه حياتكم. فهذه المعرفة الشخصية فهي ما كفياش. حللوا شخصية الشخص اللي معكم، فتشوا نبشوا تتأكدوا من أنه شخص طبيعي. ما تثقوش في أي شخص، وخاصة داك الشخص اللي كيقول لك داك الشيء اللي انتي باغا تسمعيه. هذا هو أخطرهم، كيقرا شخصيتك وكيعطيك إجابات اللي تريحك انتي وهي ما كتمثلش شخصيته الحقيقية. ترزنوا وفهموا الشخص اللي معكم. راه شحال من واحد ولا شحال من ذئب بشري مخبي وراء رداء شخص صالح ونقي وتقي.